بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بريزان هر لدرجة درس كان من لسر كتابي مبادئ تدبر القرآن الكريم. أمر جيشنا الفصل الثاني، أسباب التدبر وموانعه. بەڵام وەکو بیرخستنەوەیەکی خێرا لە فەسڵی یەکەم باسمان لە بنەماکانی تەدەبور کرد. ئینجا کردمان بوو بە حەوت برن مەبحەث. لە مەبحەثی یەکەم لە تعریفەکەی باسمان کرد، لە دووەمیان باسی نسبەتی علمی تەدەبور بۆ زانستەکان و بابەتەکان. لە مەبحەثی سێمیش دانەری علمی تەدەبور چێ بوو باسمان کرد. دواتر لە مەبحەثی چارەم حکمی شەرع چیە سەبارەت بە تەدەبور. لە مەبحەثی پێنجەمیش فەضلی علمی تەدەبور و لە مبحثي شەشەمی ثمرة التدبر لكوتاي مبحث لفصلية كم المبحث السابع باز لمسألة كان علمي تدبر واستمداد ما كرد. أمر بيزني خواهي جوران لتسينا سر فصلية تر أو باز له كارك، يعني هو كاركاني تدبر والرجلية كانش أو رجلية نتسن كوا ريلا ودقرن كوا تدبر نبيتن ديار أم فصل ذكرت بدو مبحث. لمبحثي كم الأسباب المعينة على التدبر أو هو كار ديارياني كوا لبو تدبر أو جدكات بدو مطلب، وفيه مطلبان. المطلب الأول الأسباب المعنوية، دوميا المطلب الثاني الأسباب الحسية أو أسبابان كاللاني معنوية ومعنينا كوا برجستننا، دوميشان أو هو كاراني كوا سنا حسينا يعني برجستن دست، يعني هستكان هستي بيدكتن. لما بحثي دوميش إن شاء الله باس لما موانع التدبر ده كين الرجل كاني تيرامان أوجبها ماشد، وفيه مطلبان دبيته دو مطلب. المطلب الأول الموانع المعنوية، المطلب الثاني الموانع الحسية بإذن قايقوري إن شاء الله. باس عندك هنا دينا سر لم درس دينا سأل المبحث الأول الأسباب المعينة على التدبر. هو كار دياريا كان سر تدبر سنة برزان. ينبغي التنبه إلى أن أسباب التدبر بيوستك ولرا أقادار بين لبتسلبه كاركاني تيرامان، وكذلك موانعه هروها ريجر يكانش أو نكذا منه ريجر كواتيرامان أنزام ندرة. أوشيان برزان تختلف باختلاف الناس والزمان والمكان. دقوردري بهوي جوازي كسكان، جوازي كاتكان، جوازي شوين كان. فلكل مقام مقال بوهر شوين يقسيك يا، ولكل قوم حال بوهر قوم وقاليتش حالة تايبت منتها بارجي تايبت منتها. فليس المقصود هنا حصر كل أسباب والموانع. لرا ما بس نية ما بين همو هكاركان وهمو ريجرية كان حصر كان يعني باز بكين وديار بكين، بل التنبيه على أصولها. بلكو ما بس ما ليرتيا أويها أقدار بين لتسلا أصلا كان لبنتينا كاني، ويبقى أن كل امرئ بدر يعني دمني أو كواهمو مروفيتش بصير نفسه، يعني أقدار بحالي خوي، يعني هر مروفيك بحالي خوي أقدار بويا كما بستي أويا يعني تدبر لكسيك بو كسيك ولا شوينك بو شوينك لكاتك بو كاتك قرآن كاري بس دادية. والأسباب المعينة على التدبر نوعان. وكاركاني كدياري كراون بو تيرامان دو زورن حسية ومعنوية. هندي كان حسين اسبيكراون، هذه كان معنا دارن معنوينا. والمعنوية أهم وأخطر، بلام أوي كمعنوية أويان جرينك ترى وأوشيان ترسناك ترى. المطلب الأول مطلبي كم الأسباب المعنوية، لا أسباب معنوية كده سبيدك كجرينك ترى وترسناك ترى. الأسباب المعنوية كم يعني تعظيم كلام الله تعالى وحبه. أوي كم شد أمد به كلامي خواي جورمان ريزي لي بقرين بقوري بزانين وخوش مان بيتن، يعني ريه كم شد بقورة داناني كلامي خواي جورا وخوش ويستني. وخير الأسباب وأنفعها أو وأنفعها باشترين هكارا كانوا بس ترين يعني سيبرزان
لحب القرآن بويك قرآن من خوش به هو القراءة خوينوي قرآن عن عظمة القرآن كقرآن دخوينين وكو ريزي جورلا لا قرآن بقرين ككلامي خوايا مما ورد في القرآن والسنة هروكو هاتوا لقرآن والسنة وأقوال السلف لا قصي سلف شاتوا في تعظيمهم للقرآن وحبهم له بو بقور زانيني قرآن شون يعني قرآن بقور داناوا وخوش ويستنيان بو قرآن شون با وقال ابن قدامة مقدسي كلا صالح حفصة السلودو وفاتي كديك لا فقيه برزكان مثل إمام أحمد تفرمي وليعلم القارئ باخوينر بزاني أن ما يقرأه أو كدخوين توا ليس من كلام البشر أو قصي قفتاري مروف نيها وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه دائما كتو قرآن دخوين دبي قوري متكلم كبروردقارة لبرتساود بيتن سبحانه وتعالى ويتدبر كلامه وهروها ترامان نقصكاني بكاتن فإن التدبر ترامان هو المقصود من القراءة كواتا قراءك ما بستكي ليتي ترامانا أو قراءة هي كلامك ككلام خداي پروردگارا بوي وفسر الإمام البخاري إمامي بخاري رحمتي خواي ليبي تفسير قوله تعالى أو آياتي كردوا لسوري واقعة لآياتي حفتاونو كخواي جورد فرمي لا يمسه إلا المطهرون بقوله لا يمسه بابزين تون باز لا يمسه دكاد فرمي لا يجد طعمه ونفعه تامكي هسبيناكا سودكي هسبيناكاتن إلا تشينبتن من آمن بالقرآن أو كسيك باوري بقرآن ولا يحمله بحقه أم قرآن هرناقريتن وحقكي ما فكاني بطواوي بدا تشينبتن إلا الموقين إلا أويك دنيا كرا أويك يقينها أو كسادة وانيتن تامي بكاتن وسودي لور بقري وجدشتواني أو أمانته هر بقريتن بما في خوي أويك وا لسري واجبا بوشي وازر ريزي لي بقري وهري بقري وهروها وقال الحارث المحاسبي حارث محاسبي لصالي دوسة الثلثي وفاتي كردوها تفرمي فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به أقل لنا وضلتا سبيدابو جوري رزلنان لمتكلم به أو كسك قصي بقرآن كردوها كما بس بيها الله سبحانه وتعالى لم يكن عندك شيء أرفع هيش تغللايتو نابي برستر ولا أشرف باشتر برستر بيروستر ولا أنفع بسودتر ولا ألذ بتامتر ولا أحلى جوانتر التي برزان هرهموي من استماع كلام الله سبحانه وتعالى أويك واتجيل تبقري لقفتاري پروردگار سبحانه وتعالى لقل جيقرنا كش وفهم معاني قوله تبقي لمعنى قوله كان يعني ما بس معنى كانت معنى كان هي معنى كي تبقي تعظيما أوشتون دبيتن بقورداناني وحبا له خوشت بيتن وإجلالا ببرزي دابنيت ريزي لي بقريت إذ كان تعالى قائله لبرسي أو كاركتي ما وشتانا دبي بكين لبر أوي پروردگار قصة كاركيتي أوي كأم قصة كردوا پروردگارا فحب القول على قدر حب قائله لبر أوي أما تسان ريز لو قصة دقرين ريز قرتنا كبا أندازي أوي كتو ريز قصة كاركي دقري تازه باس ما کرد قصه کرکه چیه پروردگار سبحانه وتعالى بود دبی رز گرتنی چی تماما هبه لتسی لقرآن او یکم هوکاری معنوی بو تدبر دوم هوکاری معنوی بهماش برزان الإخلاص در صوزي فالإخلاص مفتاح التوفيق والتسديد والإعانة در صوزي كليليكا بوتي بو توفيق يعني بو سركوتن بو راستي تسديد وبو الإعانة بو يارمتيش اقبتو كليلي سركوتنو راستيو يارمتي بدزبيني دبي دل صوزيتها بي دبي إخلاصتها بيتن وهروها وصحة التدبر درستي ترامان أوشان دفرمي مرهونة بسلامة القلب أوشان بسراوة بتسي بسلامة بوني ضل يعني كاتك كدل سلامتا تدبركش صحيح درز بيتن قال الخازن في تفسيره إمامي خازن لتفسيرك خوي دا دفرمي
وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب. تيرامان لقرآن نابيتن مگر بچ نبيتن مگر بآمادبوني ضل، يعني دبي ضل همو كاتيك لبي آماده بيتن. إنزا وجمع الهم هروها همو هميتش، يعني همو خميكت همو ويستيكت سبي وقت تلاوته. لو كاتي تكاتيك بيخوين موا، تكاتيك بتوانم بيخوين موا. ويشترط فيه بمرز دان دراوا تقليل الغذاء، دبي خواردن كم بخوري برزان من حلال الصرف، لو كحلال شا لبرو إنسان أجا زور بخواتن حتميا معدك زور مشغول دبي ضلج مشغول دكاتن أما دبون لبي درست نابتن. إنزا وخلوص النية تبي نية كانش تبتن تنهاد الصوزيان بو پروردگار بي نقبو كسيتر. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه بدا فرمي من تدبر القرآن هر كسك ترامان بك القرآن بلام طالب الهدى فيه بيوي رنموني بدوستوا لو قرآنا تفرمي تبين له طريق الحق رجاي راسي بو بدرد كويتن كواتا اگر رجاي راست الدوي برو تدبري چي جوان لقرآن بكا تاوكو امر رجاي بدست بيني. سيم هوكار لهوكار دياركاني معنوي بو تدبر برزان الدعاء بارانوا لپروردگار. الدعاء من أهم مفاتح علم القرآن ووعيه. دعاء لقريترين كل لكاني تيجيشتني قرآن و يعني تيجيشني شي دروس وعي هبيتن. فمهما بذل الإنسان من وسائل هرسن مروفكان أمرازكان بكار بينن، ومهما اتخذ من طرائق هرسن رجاكان بقر نبر، ومهما توافرت لديه الإمكانية البشرية والمادية هرسن للاي هبيتن، يعني إمكانية مروفايتكان وماديكان للا بيتن، ومهما اجتهد وتنهول بدا تفرمي فلن يظفر بمراده ناتواني بقي بما بستكي إذا لم يعنه مولاه سبحانه وتعالى. أجر پروردگار إعانتنك يارمتي دندا كواتا يارمتي داني پروردگار لهرها مشتقرين ترى. فليدعو العبد ربه بعبد بندا دعاء بك لپروردگاركي تي بي بخشي أن يرزقه العيش جاني تي بي بخشي لتصرفك أو جانا في رحاب القرآن لسيبري قرآن لجاني قرآن لخوشويستي قرآن باسر في بكاتن، وأن ييسر له فهم آياته تيد كي بي بخشي پروردگارك لدعاء كردن كتوبتي بدستي بيني بوي آسان بك فهم آياته تجيشتن لآياتكان وألفاظه للفظكان، وأن يجعله ربيعا لقلبه وفؤاده. وأروها أم قرآني بوبكات بهارك لضلي وفؤادي ضل برزن هندك درن ما بس بي غشاء كيتي يعني برجي ضل بيدا قتري فؤاد هندك درن أصلي ضل بمعنى فؤاد ديتن. بوي وبعض الناس لا يعرف الإلحاح إلا في مطالبه الدنيوية والمادية. هندك خلق إلحاح نازاني زور كردن نازانيتن إلا لداوا كاريكاني دنيوي مادية كان. أما الأمور الدينية برم فرمان دينية كان كاركاني ديني فتجد سؤاله لها باردا بسيار كردنا كان زور بسارديا باهتا يا متحيرا يا فاقدا هيز بدزناه يعني زاد بيني كاتي كمروف دعاء دكادسي برز دكاتوا بالقل دا دعاء أو بكاتن بريزان خواي جورا دريتشي بي بخشتن كابتواني بهوي أمضلت تدبوري تدابكاتن بهوي أم تدبورش إنسان دتوانيتن فهمي معاني الفاظي هرهمو بدز بينيتن وهروها إلحاح بكين زور دس برز كينوا زور دعوا بكين تون من ضال كاتي كوا زرتي دايتشي دقريتو بإلحاح الزور دعوا كاري كاني بي أنزام دداتن بهماشة إمش بدعاء كان من دعوا لپروردگار بكين كوا زمان بي بخشي تدبر ما بي بخشيتن. ويا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ربما طالعت على الآية الواحدة دفرمي كاتك مطالعي آياتك مذكرت نحو 100 تفسير تتسم لصد تفسير بوي دقرام يعني بو مطالعي بو تفسيري آياتك لصد تفسير هذا قرام. ثم أسأل الله فهمه دواتر يعني سيرك أخذ بالأسباب كي كرديا وكاركاني قرتبر إنزا باش أويت يا داوي فهمك لپروردگار كرديا وأقول لدعاء كانت سي داود
يا معلم آدم أي ما مصاي آدم وإبراهيم أي ما مصاي تيجينري آدم وإبراهيم علمني منش تبقينا أو دعاء كردنيك كوامرف دبي بكاتن وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها تفرميت دقرام بدواي أو مزقوتاني كان خرشي لنبو تسولبو نموني أو مزقوتانا وأفرغ وجهي في التراب دم تساوي خوم لنا وخول يعني سوز دم دبرد طواو سوز ديتي طواو وأسأل الله تعالى دوام لبرورديار ذكرت وأقول لنا دعاءك دموت يا معلم إبراهيم فهمني أي ما مصطفى إبراهيم تيم بقينا زكواتا بريزان بو فهمي القرآن دبي بهماشد أمر جاي ابن تيمية رحمة الله عليه دبي بقري نبر دبي هول بدين يكمشد أخذ بالأسباب بقرين وسر هو كاركاني يعني فيربون كشارزابون لا علوم كاني كبيوستا بو مفسر بو كسي كبيوي تفسير بكاتن كلا علومي زماني عرمي وعلوم بلاغة وأسباب النزول هم أوزان السكاني كلزان السكاني القرآن باس كراوا بقري نبر إنزا دعاء كردن توفيقك لبلاي پروردگارا اگه خواهی گورا توفيق النكا سركوت النكا حتميا اگر هو كارنش بقري دست بيت نادرتين سارم هو كار له كار معنوية كان تدبر برزان قيام الليل شون يشكردن فالقراءة في الليل لها أثر كبير خوينا ولا شودا كاريجيرية جوريه ونفع عظيم في التدبر سودية جورشي هي لترامان ولعل هذا سر ابتداء نزول القرآن في الليل أو هو كارا لواني أو هو كار بيتن هو كاري دابزيني قرآن للشو قرآن بو يكم زار كدابزي لشو دابزيا ببلغيتي ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر هروها خواي پروردگار السورة مزملة دفرمي يا أيها المزمل أي أو كسيكا خد دا بوشيوا قم الليل إلا قليلا شو هستا كم يجنبيتن نصفه أو ينقص منه قليلا نيوي الشو يعني كم ترلا نيوي الشو شو هستا وشو نيج بك وقراءة أي قرآن بك إن زاد فرمي أو زد عليه يعني زياتر لنيوا إن زاد فرمي تسيبك ورتل القرآن ترتيلا قرآن بخوينه بلام ناري اقرأ تفرمي رتل يعني قرآن للسرخو بخوينيوا معناها كاني تبقي تدبر لكلمة كاني بكيت إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إما قفتاري قرصت بسردا دخويني نوا إن زاد فرمي إن ناشئة الليل شونويش كردن قرآن خيدن لشوا عبادتي شوا برستج لشودا هي أشد وطئا زورترين زيارترين كاريجري هي التي برزان وأقوى قيلا زيارترين كاريجر لو عبادته كإنسان بروج ديكاتن وأقوى قيلا وها أوا راسترا ورنكرنوي ترترا لقراءتها أو كرتول روج دكي عبادتك وقراءتك هم عبادتك أتو للشودة كاريجري زياترا وهم قراءتك شان للشودة كاتن كاريجري زياترا بوي با مسلمانا حول بدن شو نوێژەکانی خۆیان لەگەر شو نوێژکردن نوێژی کە تێدەکا قراءەتیشی تێدا هەبیتن بۆیە فأمره عز وجل پەروەردگار فەرمانی بەچێ کردیە بە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل کە شەو نوێژ بکە وترتيل القرآن فيه هەروەها قورئانیش بخوێنتەوە بۆ شێوەی کە تازە باسمان کرد قال ابن عباس رضای خوای لێ بێ دەفەرمێ وأقوم قيل لتفسير أم آياتا تفرمي هو أجدر أن يفقه القرآن يعني أوا شايسترك وتبقاتن لقرآن ويقول ابن حجر رحمة خوالي بدفرمي المقصود من التلاوة برزان ما بس تلاوة تفرمي الحضور والفهم آمادبون تيجيشتن آمادبون يعني تيا يعني كاتو القرآن تخويني ضرد لبيبي ناك بلفظ بخويني وبلام درد لشويني شي تربيتن تيبقي بس قراءة أي لفظي نبيتن لأن الليل مظنة ذلك الشو دائما شويني أو شتاني كإنسان بيوي تدبر للقرآن بكان لما في النهار لبرسيل لروج أو شتانا بدزناهيني من الشواغل الإنسان مشغولة بكاري تير والعوارض الدنيوية بيسكاني دنيوي ودينيش أو أنا هم يواد لي دكاتن كوا سرقالت بك بمكارانا
دڵ بە تەواوی ئامادە نەبێتن. وعن عبد الله بن عمرو عبد الله كوري عمرو رضي الله عنه بدفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لعبد يوم القيامة. روجو قرآن تكاكارن بو بندال روجي قيامت. يقول الصائم روجو ضلي أي ربي أي پروردگارا منعته الصيام والشهوات بالنهار دفرمي خواردن وشهوة كانم لي قدغه كردبو لروج فشفعني فيه دا تكام ريقام بيبدا تكاي بوبكم. ويقول القرآن قرآن ايش ضلي منعته النوم بالليل شوي خوم لي قدغه كردبو فشفعني فيه درين بيبدا با شفاعتي بوبكم تكاي بوبكم. قال فيشفعاني إذا پروردگار رجان پیدا داتن هردو چان تکاده کن بو چه بو او کسی که بروجو بو بروج بشویش تي كردوا شو نويجي كردوا قراءة دا كردوا. قال الإمام النووي إمام النووي رحمة خوالي بدا فرمي وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته بو شو نويجو قراءة للشو ترجيح كراوة زياتر أو بيش خراوة لكونها أجمع للقلب وروي الضل تيدا أعماد دبيتن وأبعد عن الشواغل والملهيات بدور تكويتو لوشتاني كالسرقال دكاتو أو ملهياتاني كواله لعبة تيدا مشغول دبيتن. ولأنه يجتمع فيه عدة أسباب سنه كاريش ترهن برزان أوش همولا قيام الليلة تطوان ديك تيدا كوبيتوا يكمشت شو كآرامية الصلاة شو نيجي تيدا دكري القراءة غيبا تو قرآن دخويني بپنهاني كس ناد بينه والجهر بدنجي برز كدتواني كاريجري لسلدلها بي والنزول الإلهي هروها النزول الإلهي كروها كل حد سي بيغمس صلى الله عليه وسلم كذا فرمي لثلث أخير نزول الإلهي دبيتن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله بدا فرمي الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة دفرمي الصلاة يعني باشترى لتسلى قراءة القرآن بلام في غير الصلاة كوا صلاة تدا نبيتن كواتا للشودا إنسان حول بدن يعني هم زندوي بكينو باتسبا نويش كردنا كان وهم بقراءة كانش يعني هردو لقل يكون بكينوا هردو شان لقل يكهبيتن. المطلب الثاني الأسباب الحسية هو كارب برزستية كانت سن كوا دبين يارمتي درب وتدبر. أولا أمور قبل القراءة تيار ديكاتة سن بشي كان دبيش قراءات يعني برلوي كوا بخوينوا دبي أوشتانا هبيتن يكم يعني اختيار الوقت المناسب للتدبر كاتيشي جنزاو هالبجيرين بوتي رامان لكي يتأثر القلب بالقرآن بو أو يضل كاريجري زياتر بيتن بقرآن خينوا ويحسن تدبره هروها تدبر جي تداباج ببيتن لابد من اختيار الوقت المناسب للتدبر دبيتن كاتيشي جنزاو هالبجيرين بو أو يتدا تدبر بكين ترامان وهو الوقت الذي يضعف فيه ما يشتت ذهن القارئ أو كاتي كوا يعني ذهن إنسان يعني كاتي كدبيتا يعني بير كرنا وكانت بارسة دبيتن دبي هول دين أويت لي بكين بهزي بكاتن يعني سبيدرن بقوتي بكاتن بولو كاتي أما دبي هالي بجيرين بحيث لا يكون هناك ما يشغل قلبه نابي يعني كاتي هالبجيرين كلو كاتن إنسان ضل زيادة البيوي سرقالة أو يشوش عليه تشويش تدابكات. فالقرآن ينبغي أن نعطي له أفضل أوقاتنا إما دبي بو قرآن باشرين كاتا كان مي بخشين لا فضل أوقاتنا نكات زيادة كان عبارة كي زور جوانا باشرين كات نكات زيادة كان بني والله كات زيادة دي با خريشي سيبين خريشي قرآن وتدبر بالنخير برزان. وأجمل وقت وأنسبه هو وقت الليل باشترين كاتو جنزاوترين كاتش أوي كواتيا كاتي شوا عندما تهدأ الحياة جان آرام دبي ويسكن الناس خلق هرهموي سكناي دبيتن بيدنگ دبي فلا ضجيج هيز دنگ نيا ولا إزعاج هيز شتيني كوا إزعاج بكا فيتفرغ القلب إذا ضل خوي لا يقلاده كاتو بوتي لسماع القرآن وتلاوته بو جويقرتن قرآن وبو خوينوي قرآن. أما الذي لا يعطي القرآن إلا فضول الأوقات بلام أو كسي كوا إلا كات زيادة كاني دبخشيتن بقرآن خوينوا
ولحظات الترقب والانتظار دقريتن باو أو كاتة متزالة باو كاتبة من يعني تايبت من بكم بو قرآن خويندن تفرمي فجدير شايسي أويا ألا تخلص إلى قلبه كثير من المعاني شايسي أويا كوا دلكاني بوتيا دلكان لوي معناي بينا بخشيتن دانا معناي بينا داتن بو زور جرينجا كواتسب كان ما هولدين باشترين كات هل بجيرين بو مسألة تدبر. وقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقيام الليل پروردگار من فرماني كردوا بپیغمبر صلى الله عليه وسلم كقيام الليل بك شوي هر بسو شونيج بك وأمره بترتيل القرآن فيه وفرماني شي بكردوا هر لشوا ترتيل القرآن كقرآن بشوي شي تدبر شوي شي درست زوان بخويني. فقال تعالى خواي جورد فرمي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. هروك تعزخين مانو معنا كشمان كير. قال الطبري إمام طبري رحمة الله اللي بلا تفسير كيدا دفرمين ويعني بقوله أشد وطئا دفرمين ناشئة الليل شوهستان أشد ثباتا يعني زيادة كاريجرترا من النهار وك أو كالروشة وأثبت للقلب زيادة كاريجريش لسردل ضبيتا وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار شونويج قراءة الشو كاريجري زيادة التي لو كإنسان لروج ديوي أنزامي بداتا دوام هوكار برزان لو كوائم دبي تسيب كين دبي أو هوكارانا هلب جيرين كاتي جنزاون بوتي بو قراءات يعني أو كاتي كبيش قراءة شا اختيار المكان المناسب دبي كاتي تشي جنزاهر بجيرين. لا شك أن المكان الهادي أفضل دبي هول بدين أو شويني كبيدنجا أو يهل بجيرين والمكان الخالي أفضل لويش تشويني كواخرتشي لينية تولى. لذلك جاء في الحديث هروك لحديث بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرميه يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في بيتها أفضل من صلاة في حجرتها دفرميه نويجي أفرد لما لكي بس بيت لما بس يعني لنا غرفة لجورة كان باشتري أوي لحجري بك حجرة اللي ربرزان بما نحوج ديتن يعني دروي غرفة كان كحوج دكاتن بلام حوشك أجر ابن سياجي هبيتن وصلاتها في مخدعها وهروها نويجي لمخدع مخدع أوي كتدبني غرفة لمال طيبت منك وبش تشتي جرام بهاي لدادن دلتن أوش باشتري أفضل من صلاتها في بيتها لو غرفاني لو هولاني كواهنا بلام يعني دبني جواز ذكرتها زبون من إنسان لناو مالي خوي غرفة كان هرب الجيري لناو غرفة كان أو غرفة كوا يعني هادئ ترى بدنج ترى كسي بسري داناية كسي لين زيق نابتوا إنسان بقى شوي نهر بجيري بو بيغمبر وخا بو أفرد أو يباس كردوا. مع وجود المكان الهادي علينا أن يكون لقاؤنا بالقرآن في وقت النشاط والتركيز هروها لقل بوني شوينيشي بدنج دبي خوينو مان كاتك يعني لو كاتك القرآن ده خوينينو دبي تسون بي لكاتك بيتن النشاط والتركيز دبي نشاط ما نهبي دبي التركيز ما نهبيتن أو كاتانا هربك جيرين تتعبي نبي أما بتسين لكاتك ما عندي وهلاتشين أو كاتانا بين خريجي قرآن بين والرغبة في النوم زور خوما بيئت أو كاتا هل بجيرين بو قرآن خويندن ولا ننسى برام لبيري شناكين بو قرآن خويندن بريزان الوضوء والسواك تسميش بشوين وسواك بكار بينين. ومن أفضل الأماكن المساجد باشترين شوين مزقوت كانن فلها أثر كبير في التدبر مزقوت مالي خوايا كاريجري زياتري هي لسر تدبر ترامان كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيغمبري خواه دفرمي هيز قومانك لما كان خواه يقولكو نابنوا سيدكا كتابي خواه يقول دخوينه ويتدارسونه بينهم يكبو يكتر دخوين توا إلا آرامي بسريان دا بزيتن ورحمة دان دبوشي وملائكة دوريان دقري وپروردگار للاي خوي لاي ملائكة كان باسيان دكاتن. سيم شد كادبي أما اختياري بكينو خلي بجيرين بريزان
بۆ مەسەلەی چێ پێش خوێندنەوە دەبێ ئەو هۆکارانێکەوە هەر بژێرین پێش خوێندنەوە چیا اختیار المقدار المناسب يعني ئەندازەیەکی گونجاو هەڵبژێرین تخصيص عدد معين من الآيات يعني تسن آياتي دياري كراو تايبت من بكين التي يمكن تدبرها كتطواني إنسان بيخوين توا من دون إرهاق وعدم تقديم كثرة التلاوة على التدبر چەند توانامان هەیە چەند تااقەتمان هەیە چەند هێزمان هەیە قورئانی دەخوێنین با تەنها ئەوەندە دیار بکەین بێش ئەوەی یعنی نەکەین ئەمە هەوڵ دێن بەس با زۆر بخوێنەوە نەبی هەدەف زۆر خوێندنەوە نەبی بەڵکو هەدەف چی بیتن ئامانج تەدەبور ببیتن و ئەوەش یعنی دەبێتە یعنی یارمەتی دەرتە چکە تۆ گەر یعنی چەند ئاەتێکت هەر بژار لە بیدایەتی وتت بنز تەنها لاپەڕێک دەخوێنم بۆ نموێنە ئەوە زیاتر هاندەرە بۆ ئەوەی کە ئینسان بتوانێت تەدەبور بکاتن و باسیشمان کرد يعني دیارکردنی شتەکە زۆر دیارە کاکە من ئەمڕۆ بەس سەفحەیەک مەجالم هەیە نا باسمان کرد گوتمان دەبی وەقتی بۆ اختیار بکەین نەک مەجالم هەیە نەک وەڵام ماندیمە لە ماندیبوون و هیلاکەت و هاتنی خەوا ئینسان هەڵی بژێریتن ئەو کاتەی برێ من خەریکی قورئانم نا کاتەکەی دیار دەکات لە کاتێک کە ئەو پەڕی نەشاط و چالاکی هەیە بتوانێت تێدا بخوێنیتن تاوەکو تەدەبوڕێکی جوان تێدا ئەنجام بداتن سوارەم شت کە پێشی خوێندنەوەی قورئان دەبێ هەبێتن بۆی کە تەدەبوڕ تێدا ئەنجام بدرێ دیراسەت سیرەتی رسول الله صلى الله عليه وسلم بەهر هەمووان سیرەی پێغەمبەری خوا ژیانی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم بخوێنینەوە فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان الترجمان الحقيقي للقرآن الكريم زاندراوەکەوە پێغەمبەری خوا ترجمانی حقيقي چێ بۆ قورئان پێغەمبەری خوایە وأنه كان خلقه القرآن لبروي هرسوكوتي بيغمبر قرآن بو وأنه كان قرآنا يمشي قرآن يقول سرزبي درويشت فهو المبين لمجمله بيغمبر إخوة أشياء أنك مجملة أو تبياني كريروني كرتوا وموضح لمشكله لا شيء أنك إشكاله أو روني كردوتوا وإذا كان الأمر كذلك أجر كار أو هابتين فإن تدبر القرآن وفهمه لا يتأدى ترامان القرآن تيجيشتن بدس نآية إلا بالرجوع إلى ما ثبت من سيرته صلى الله عليه وسلم بدس نهيني إلا بوغرانا ومن أو كثابت ولا جاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وما صح من سنته أو إلا سنتي صحيح بيغمبري خواه قال الشيخ السعدي رحمه الله الشيخ السعدي رحمة خواه اللي بضلان فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه هركسك أم رجاء بقريت بر أو رجايك بيغمبري خواه قرتوت بر يعني أوي بيشنان من قرتوت يعني بر إنسان فرمي وجد واجتهد في تدبر كلام الله بجديات وخوي ما ذكر لا تراما لكلام إخوة سيبو دبت النتيجة كبرزان انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير درجاي جورا لا تيجي لزانسي تفسيري بو دبتها كون نعمته زور جوريا بخشينه إلهي زور جوريا وقوية معرفته تي معرفتي تلا بهز دبي واستنارة بصيرته بينيني روناك دبيتن واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات بأمر رجايا يعني دولة من دبيتن لو يزور تكلفات بكاتن يعني اشتان بكيف يخو تفسير بكاتن يعني بو أملا دابرواتن وعن البحوث الخارجية يعني بدواي قراني دروا بقريتن وخصوصا إذا كان قد أخذ من العلوم العربية جانبا قويا بتاي بندي أجزانستي عربي زانستكان زماني عربي باش يتساچي بهزي ورقرد بيتن وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهروها اهتمامتي وزانياريتي طواوي هبيتن بتسبة جانامي بيغمبري خوا وأحواله مع أوليائه وأعدائه بزان بيغمبري خوا دقر ولي خوي خوش تبستكان وجبنا كان يتسون با تفرمي فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب أو باشترين يارمتي درام بو أوي إنسان بطواني تدبر بدز بينهم بينزمو لا له كان برلوي كوام قراءة قرآن بمعنى بيكن التدرج في التدبر يعني بلبندي لترامان فالتدبر سنة كونية تدرج بلبندي سنة تيجي كونية هيس كتير لا كورك نابتا لا بليك بتكوركها قد نابتا دائما نبي بلبندي بكار بيني وإنما يؤخذ العلم بالترقي زانز ببلبندي قوناق بدزديتن ومن رام العلم هركسيك ما بستي زانز بدسيناني بجملة بيك بارتا بيك رزمة تفرمي فأته لجملة هرها مشيلة دز الرب بيك جملة
فينبغي لطالب تدبر القرآن بيوسبو قتابي تراماني قرآن أن يستصحب هذا الأمر معه، يعني هول ذات سن سبكا بلبندي بكار بيني، ويتدرج في مراقي التدبر وبلبندي بكار لبرزبونوي برزبونوي تسي ترامان حتى يصل إلى أعلاه تاوكو دقات برزايكي إن شاء الله أقرويسي خايل سربي. قال عمر رضي الله عنه بيشوا من عمر زي خايل بدا فرمي إن كان أحد منكم متعلما أجر يك إيوا ديوي خوي فير بكات فليتعلم، يعني أجر يك ديوي بيبقى تمام وسطها فليتعلم من المفصل باخوي فير بكات لتسل مفصل، يعني للصورة مفصلة كان كهندق لزانان دفرمي للصوري قاف دس بيدكاتا وكو صوري ناس فإنه أيسر أو أسانترا جابو يجا سير كين لجور المدارس كان دبيني لجزء عم يدس بيدكاتن ولا بلوي أسانترا إنسان دتواني تدرج لوي دس بيدكاتن بريزان أو بينس خالي كتازا باس ما كر قوتمان زور جرينجا دبيتا هو كاري حسية كان برجستية كان بيجاوي كوا قراءة قرآن بكين لير إن شاء الله كوتاي بيدين لدرسي دهاتوش إن شاء الله دتينا أو زاري أو هو كاري حسية كان أو هو كاري برجستية كان كبيشي أوي بيشي قراءة ما إنسان يعني لأثناء قراءة أو زاريان دوميان باز دكاتن بيشي قراءة ما نخوين أو زاري لأثناء قراءة سيادة بي أما جي بيدكن بإذن خواهي جبرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.